السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خاص لفريق صناع الأمل لدعوتي اليوم لهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يا ربي أكون خفيف الظل عليكم وأعطي أي معلومة إن شاء الله إذا بها فائدة لمستوى الناحية بشكل خاص ومستوى المحافظة بشكل عام، وإن شاء الله بخدمتكم بأي سؤال تحبون تسألون إن شاء الله. حياك الله أستاذ، نرحب بك أجمل ترحيب. أشكرك. نبتدئ بالأسئلة. من هو مقداد طالب؟ مقداد طالب حسين، مواليد عام 1980، خريج بكالوريوس تاريخ، حاليا مدرس ومعاون إعدادية بني سعد، بنفس الوقت نائب رئيس نادي بني سعد الرياضي. من له الفضل في اكتشاف موهبتكم الكروية؟ والله بصراحة الجانب الرياضي وبدايتي طبعا تعرفون مع فرق أشبال وناشئين فريق الرحال، دربت على كثير من مدربين، يعني عندما كنا صغار في فرق شعبية امثال الكابتن قاسم كريم، مضر جهاد، المرحوم اياد محمود سلمان. كانت هاي بداياتي مع الفرق الشعبية. كيف وجدت نفسك في مسألة التوفيق بين الدراسة وكرة القدم؟ كنت في الأولى متفوقا وفي الثانية مبدعا. بصراحة كل شخص وعنده هدف وعنده طموح أن يوصل. بالنسبة لي يعني ما تركت الاثنين، يعني بقيت مستمر على الدوام وكافحت من أجل الوصول إلى الكلية ومن ثم التخرج، وبنفس الوقت الجانب الرياضي، فقدرت أن أوفق بين الطرفين، بين الرياضة وبين الدراسة، والحمد لله شكر توفقت بالاثنين الحمد لله. على صعيد الأندية كم فريق مثلت وأين وجدت نفسك؟ طبعا بالبداية كانت بداياتي في منتخبات جامعة ديالى، ومن ثم تم استدعائي إلى نادي ديالى، النادي الأم اللي اعتبره. بقيت فترة طويلة بنادي ديالى، إلى فترة من الفترات لعبت في منطقة الشمال في نادي بيرس، مثلت فترة قليلة جدا عام 2007، وثم رجعت للنادي ديالى وبقيت به إلى أن نهاية المشوار كان مع نادي بني سعد، وقدرت أن أنطي كله عندي هذا النادي، لأن باعتبار هو ولايتي ومنطقتي وأصدقائي، فإن شاء الله قدرت أن أقدم لهم شيء نادي بني سعد. كم كانت المسافة بينك وبين المنتخب الوطني الرديف؟ صراحة أنا تم استدعائي المنتخب الوطني الخط الأول عام 2005 بقيادة أكرم سلمان، وبقيت فترة بالاختبارات مع الكابتن صباح عبد الجليل، إلا أن صارت معوقات بعدتني عن المنتخب، اللي من ضمنها الإصابة ومن ضمنها يعني كان نوعا ما اكو وجود نوع من المحسوبيه والمنسوبيه بالمنتخبات، وعدم التركيز على لاعبين المحافظه، هذا السبب اللي خلاني ابتعد عن المنتخب الوطني. ماذا يعني لك عام 2009؟ والله عام 2009 به هواي احداث، الحدث الاول هو زواجي، يعني مناسبه زواجي 2009، وب 2009 ايضا اكو حدث ما انساه، هو فوزنا على القوة الجوية، تغلبنا على القوة الجوية 1-0 في ملعب ديالى، يعني أحداث مهمة كانت بهذه السنة. ماذا تقيم أداء إدارة نادي بني سعد الجديدة لحد الآن؟ والله نادي بني سعد مثل ما تعرفون الإدارة الجديدة، يعني وقت استلامنا للنادي أو وقت الانتخابات هو وقت عدم وجود كثير من المشاركات، يعني لا دوري خط أول لا دوري شباب، يعني استلمنا بوقت متأخر، فلحد الآن احنا إن شاء الله نحاول أن نجهز ونحضر الفرق من أجل المشاركات إن شاء الله اللي راح تبدي أعتقد شهر العاشر أو شهر التاسع، يعني أعتبر كبداية موفق النادي بني سعد. هل تجد في أحد الشباب الجدارة بأن يكون خليفة مقداد طالب في الملاعب؟ والله بالنسبة للاعبين الناحية أعتقد أكو من يكون خليفتي إن شاء الله ويقدر يسد هذا المكان اللي تركته أنا. أعتقد عندنا هواي شباب وملاحظهم، وقسم منهم لعبوا وياي بنفس الفريق وبنفس نادي بني سعد، مثال مرتضى وليد يعني لاعب جيد ويمكن أن يوصل أكثر من أني وصلته، وكاظم عبد الله أيضا لاعب ممتاز. أعتقد لهم مستقبل كبير إن شاء الله على مستوى الناحية وعلى مستوى المحافظة إن شاء الله. يقال بأن مقداد طالب بعد الدعوة الأولى للمنتخب الوطني وجهت له دعوة ثانية لكنه رفض. لا بالحقيقة بالنسبة لي أو على العموم محافظة ديالى
بسبب تعرفون الاوضاع الامنيه اللي حصلت خلال 2006 و2007، ابتعاد كثير من اللاعبين عن المنتخبات لان سوء الاوضاع الامنيه وعدم تواصلهم مع بغداد. بس انا الدعوه الوحيده اللي وجهت لي عام 2005 اللي كانت قياده اكرم سلمان وصباح عبد الجليل. استاذ، ما هو السبب في عزوف عدد كبير من لاعبين ناحيه خان بني سعد الى ما تسمى ببطولات الهواة؟ وما هو رايك في الكلام الاخير للدكتور صادق بريسم حيال هذا الموضوع؟ طبعا حسب رايي والسبب الرئيسي لترك اللاعبين لساحات مفتوحه داعش واتجاههم الى الملاعب الخماسيه هو قله الملاعب المفتوحه، وبالمقابل كثره الملاعب الخماسيه والسباعيه. فرأيي انه يوضع لجنه للهواة تقوم بتحديد الاعمار حتى يصير فد قانون يمشي عليه جميع اللاعبين. ما هي اجمل وافضل مباراه لك مع نادي دياله في الدوري الممتاز؟ الكابتن الاخ احمد رمزي. تحياتنا للكابتن احمد رمزي ابن الكابتن رمزي محسن العملاق. طبعا دائما هي اول مباراه تصير بها هواي دروس وعبر، وانا اعتبرها هي الاجمل الي بصراحه ضد نادي الدفاع الجوي اللي قدرت ان اسجل بها هدفين وفزنا بها 4-2. الاستاذ رشاد السعدي اضاف سؤالا اخر، يقول: لم نرى لمستكم الى الان في الاداره الجديده لنادي بني سعد والجمهور ينتظر الكثير منكم، ما هو السبب؟ ارجو الاجابه بصراحه. والله اللمسات اعتقد هي بدات اول ما استلمنا النادي، دعينا هوايه انديه، سوينا مباريات وديه، مباريات محبه، تعارف مع الانديه، بالاضافه الى لعبنا مع نادي دياله اكثر من مباراه، يعني نادي دياله هو من ضمن الانديه اللي مشاركه بالدوري التاهيلي. وبنفس الوقت احنا ما عندنا حاليا مشاركات، ان شاء الله راح تبدي مشاركات وراح يشوفون نادي بني سعد بحلته الجديده، ويشوفون ان شاء الله اسم نادي بني سعد مرتفع في محافظه دياله ان شاء الله. لاعب فريق الحي العسكري سجاد سهد يسال: ما هو السر وراء اختفائك بشكل مفاجئ عن فريق الرواد وعدم اللعب معهم، مع العلم انك ما زلت تمتلك القدره على اللعب والعطاء، ولما لم نعد نراك مع الفريق الا بالامور النادره؟ طبعا السؤال ايضا وردني من اكثر من شخص. تحياتنا للاخ سجاد سهد على هذا السؤال. بالنسبه لفريق الرواد وابتعادي، يعني عندي فكره ببالي انه انطي فرصه اكثر للشباب، يعني عندنا هواي شباب بالنسبه للاعب الرواد وغير فرق، فمثل ما تعرف فتره طويله انا العب فريق الرواد وبالفرق الشعبيه واكثر من 20 الى 25 سنه، فهم واحد يحتاج شويه فرصه الراحه، التواجد اكثر مع عائلته. بنفس الوقت تركت الرواد لان اكو ورايا من يسد، واكو ورايا من ان اشوف قادرين ان يثبتون جداره في مركزي في مركز الوسط. فالحمد لله والشكر فريق الرواد هسه اشوفه يعني دا ياخذ بطولات ودا ينافس، ويعني ابتعادي انه ان شاء الله بصالح لفريق الرواد ان شاء الله. مدرب فريق السلام الكابتن عمار عزيز يقول ويتساءل: كلنا نعلم ان دوري المحافظه للموسم الجديد يبدا في نهايه السنه الحاليه او بدايه السنه الجديده، وهي فتره جيده. لاحظنا في الآونة الأخيرة عدم استقرار فريق نادي بني سعد، وبالتالي عدم تحقيق نتائج جيدة، فلا أنتم ستكسبون النتائج بالاستقرار ولا أنتم بصدد إعداد فريق بدماء جديدة للمستقبل. طبعا سؤال جيد وشكر خاص للكابتن عمار عزيز، تحياتي له. بالنسبة لنادي بني سعد كإعداد للنادي، مو بس اي نادي درجه اولى او ممتاز او درجه ثانيه ما يبدا اعداد غير قبل 3 اشهر من بدايه الدوري، واحنا عندنا علم بانه الدوري يبدا اما بشهر العاشر اما بشهر 11، فان شاء الله قبل هاي الفتره احنا نحاول ان نبدي اعداد للنادي. اما هذه المباريات التجريبيه ما اعتقد لها فد نتائج تخص المشاركه، هي فقط مجرد انه نجمع اللاعبين، لا نخلي اللاعبين يشتتون، كل فتره نسوي نحاول فد مباراه وديه حتى دائما يكونوا على اتصال فيما بينهم. بس كاعداد للدوري ان شاء الله قبل الدوري ب3 اشهر نحاول ان نعد نادي بدماء جديده، تشكيله جديده، نوع اللاعبين من مختلف ناحيه بني سعد، وان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله. عباس مقداد ويوسف مقداد ابنائك حفظهم الله، من منهم ترى فيه مستقبل اللاعب الجيد؟
طبعا اولادي هم طبعا على ابوهم لاعبين اثنينهم يحبون كره القدم، بس اشوف عباس افضل ان شاء الله لان متعلق بالكره اكثر من يوسف. الله يخليك. الله يسلمك. ما هي قصة الهدايا بعد الساعة 12 النجم السابق الكبير كاظم حسين؟ طبعا ابو زهره اخوي وصديقي وعزيزي، من خيره مهاجمين محافظه دياله. الهدايا هاي نتلاطف بيها للطرفه يعني مو غير شيء. تحياتنا للاخ ابو زهراء ونتمنى له صحه وسلامه ان شاء الله. المباراة التي اردتم لعبها بالمملكة العربية السعودية؟ طبعا ايضا هذا السؤال اعتبره طرفه من الاخ ابو زهراء، لان احنا دائما نشاق ونضحك. احنا اكثر المحافظات يعني لعبنا بها مباريات وديه يعني مع فريق الرواد، فرق الرواد يعني مثل كاظم حسين، زي محسن، تركي هلال، عبد الرحمن. فاكثر المحافظات زرناها ولعبنا وياهم، وشانكوا من ضمن الطرفه انه نروح نلعب بالسعوديه، بس هي للطرفه بس مو مباراه ان شاء الله. في لقاء صحفي قديم ذكرتم أن اللاعب المحلي الأفضل هو كاظم حسين، هل ما زالت وجهة نظر هذه قائمة أو هل ما زلتم عند كلامكم كاظم حسين؟ والله ابو زهراء انا شهادتي بمجروحه ان لاعب فنان، وهذا مو بس راي جميع من كان هو بناشئين الصناعه وشباب الصناعه، فله لمساته واهدافه جميله. لو مستمر على التمرين وعلى اللعب لكان هو من افضل المهاجمين في العراق، ولحد الان هو من افضل المهاجمين على فرق الرواد بالمحافظه. ما هو موضوع الحبة المقوية التي أعطاها لكم الكابتن حازم الربان قبل مباراتكم مع نادي الكرخ؟ طبعا كان عندنا مباراة مع نادي الكرخ، فطبعا انا عمري كله ما ماخذ حب مقوي او يسموه مسكن الام او منشط. اول مره استخدمتها من الاخ حازم قبل مباراه الكرخ. يعني الشيء حصلت عندي تغييرات جديده بجسمي ما شايفه كتشنج، ولهذا حتى المباراه ما قدرت اكملها، يعني لو باقي بدون حبايه احسن. سؤال محرج من قبل الاستاذ بهاء عبد الوهاب اسماعيل عضو الهيئه الاداريه لنادي بني سعد، يسأل هل في المخططات المستقبليه نيه الزواج مره اخرى؟ اعتقد هذا السؤال ما له صحه، ماكو اي مخططات للمستقبل. لماذا لم تغادر أشوار نادي دياله على الرغم من أن مستواك الذي يؤهلك أن تلعب لأندية أفضل مستوى؟ حارس المرمى العملاق والثقة الأستاذ رشاد السعدي. طبعا سؤال جميل وتحياتنا للأستاذ رشاد أخي وصديقي. بالنسبة لي وجهت لي أكثر من دعوة لأندية في بغداد، لكن أنا السبب قبل شوية أيضا ذكرته، يعني ما صارت لنا فرصة بأنه نستقر في دياله. كل ما شوي الارض تستقر الا وانه يكون هناك اكو زعزعه بالامن وكذا. اكثر من نادي وجه لي دعوه في بغداد، نادي كهرباء، نادي البريد، نادي العداله، نادي الجيش، وقدرت ان كل مجهودي ان اتواصل مع اهلانديه، لكن للاسف ما قدرت لبعد المسافه، وثاني شيء وظيفتي اللي هي بناحيه بني سعد بالتدريس، لهذا ما قدرت اتواصل بغير نادي سوى نادي دياله. صف هذه الشخصيات بكلمة أو كلمتين أو باختصار. سعد بريسم رحمة الله عليه. أبو خالد الله يرحمه هو اعتبره مؤسس الرياضة في بني سعد. اللاعب الكبير السابق كاظم حسين. كاظم حسين بالإضافة له هو أخ فهو فنان. عضو الهيئة الإدارية لنادي بني سعد بهاء عبد الوهاب إسماعيل. أستاذ بهاء أخي وصديقي صاحب الابتسامة، ومشوار طويل وياي بالرياضة، فاعتبره هو الأخ الثاني. أمين السر لنادي بني سعد الأستاذ تركي هلال. تركي هلال أخلاق ولعب والتزام. الكابتن مدرب نادي بني سعد باسل داوود. باسل داوود أبو حسين هو اعتبره قمة الانضباط. مدرب فريق السلام عمار عزيز. كابتن عمار عزيز اعتبره من المدربين الشباب الطموحين. كلمة للاعبين الشباب. مرتضى وليد لاعب فريق الرواد. مرتضى ان شاء الله هو يعتبر من افضل اللاعبين من الناحية، يعني لاعب جيد ويقدر يوصل الى مستوى عالي ان شاء الله. كاظم عبد الله لاعب فريق الربيع.
ايضا كاظم لاعب جيد ولاعب مثابر، ويقدر ان يوصل الى الانديه الدرجه الاولى والممتازه على مستوى العراق. منتظر علي مجيد لاعب فريق الانتصار. منتظر او النظوري ايضا هو لاعب شاب ولاعب طموح وعنده امكانيه ان يوصل ان شاء الله. يوسف طارق لاعب فريق الشيماء. يوسف ايضا لاعب شاب ومتميز ويمتلك مهاره عاليه. في النهايه استاذ نتقدم لكم باسم فريق صناع الامل بالشكر والامتنان والعرفان لتلبيتكم هذه الدعوه البسيطه، ونسال الله لكم دوام الموفقيه والسداد. شكرا لكم، شكر خاص لفريق صناع الامل على استضافتهم لي بهذا اللقاء الجميل، وان شاء الله ربي كنت خفيف الظل عليكم، وشكر مره ثانيه باعتبار هو اول شخصيه تلتقون بها اني، فممنون لكم وشكرا جزيلا. حياك الله.